في موقف اللي هو بتاع ماتش الزمالك لما جمهور بورسعيد قعد يشتم ويعمل. بتشجع مين محل؟ الاهلي طبعا. مين الافضل بالنسبه لك من تشكيله الاهلي والزمالك؟ محمد الشناوي ولا محمد عواد؟ لا الشناوي ويجي بعده شوبير. محمد هاني ولا عمر جابر؟ لا محمد هاني طبعا بكل مقاييس، هو محمد هاني. وظهر كمان لما اتصاب شفنا الخلل اللي حصل في الجناح اليمين مع الاهلي، وازاي انت ما كانش عندك القدره الدفاعيه في الناحيه اليمين بسبب عدم وجود محمد هاني. معلول لما اتصاب احنا شفنا الاهلي كان عامل ازاي تسوق لما هاني اتصاب، فده يثبت ان هاني كان شايل الفرقه. رامي ربيعه ولا الونش؟ والله هو رامي ربيعه مستواه بسم الله ما شاء الله عليه هايل الفتره دي، والونش انا بقالي كام ماتش ما شفتوش من ساعه ما رجع من الاصابه، بس هو الونش جامد جدا طبعا. واتمنى ان هو يرجع لمستواه، لان انت حتى لو هو زملكاوي او بيلعب في الزمالك هو هيفيدك في المنتخب، فانت محتاجه في المنتخب. حسام عبد المجيد ولا ياسر ابراهيم؟ لا هو طبعا حسام عبد المجيد شاب مستقبل. كان عنده اخطاء كتير قبل كده، اشتغل على نفسه كويس، وطالما انت بتشوف حد بيشتغل على نفسه وبينمو اعرف ان ده هيطلع منه حاجه جامده جدا. ياسر ابراهيم مش وحش، مش معنى ان انا بختار حسام عبد المجيد ان ياسر ابراهيم وحش، لا ياسر ابراهيم راجل جدا وبينزل في اي ماتش ويسد ووقت ما الاهلي ما بيحتاجه بيبقى موجود، بس حسام عبد المجيد بيطور من ادائه. كريم الدبيس ولا فتوح؟ فتوح، رغم ان كريم الدبيس برضو مستقبل وعالي جدا، وظهر في اخر كام ماتش مع الاهلي 3 ماتشات مع الاهلي عالي جدا جدا، بس فتوح جامد قوي. وبرضو علشان انا ما اتفرجتش على الماتشات اللي فاتت، فاتمنى ان هو يكون رجع لمستواه. برضو نفس القصه هيفيدنا في منتخب مصر. حسينا بخلل جامد قوي في عدم وجود باك شمال زي فتوح في منتخب مصر. مروان عطيه ولا دونجا؟ لا مروان عطيه بسم الله ما شاء الله عليه، يعني رب الاصابه بتاعته تعدي على خير، هو عنده اصابه حاليا خفيفه فرب تعدي على خير، بس هو مروان عطيه الله اكبر عليه. اكرم توفيق ولا ناصر ماهر؟ طبعا انا يعني هجوما هختار ناصر ماهر. في الدفاع ورجوله لا اكرم توفيق. هتختار مين فيهم؟ اختار ناصر ماهر، فعال اكتر، يعني يقدر يعمل اسيستات، يقدر يخترق من العمق، بيعمل برضو توازن في خط النص. لا ناصر ماهر. قفشه ولا عبد الله السعيد؟ يعني هو موضوع صعب شويه، بس انا ممكن احسبها قفشه. حاسم ازاي؟ هقول لك على حاجه. نتفرج على قفشه في الوقت الصغير اللي بياخده في كل ماتش، ماشي، بينزل بيفرق في الفرقه جامد قوي. لو انت مثلا ما عندكش استحواذ في نص الملعب، فقفشه بينزل بيديلك استحواذ قدام اي فرقه، عنده رؤيه كويسه في الملعب. الناس دايما بتقول قفشه بيبص لورا، لا قفشه ما بيبصش لورا، قفشه بيبقى ماسك الكوره بيلعبها في الاحسن مكان ليك ان انت تعمل استحواذ في الملعب، تبقى انت منزل قفشه اصلا محتاج الاستحواذ، فهو بينزل بيأدي دوره صح. امام عاشور ولا مصطفى شلبي؟ لا امام عاشور، يعني حتى وهو بيلعب جناح؟ ده لو لعب حارس مرمى يعني امام عاشور لو وقف حارس مرمى يبقى احسن من اي حد. زيزو ولا حسين الشحات؟ حاليا هيبقى حسين الشحات. زيزو برضو بقى له كام ماتش مستواه مش في الفورمه الكامله بتاعته، بس ما حدش يختلف على زيزو. بسم الله ما شاء الله عليه، مهاره، سرعه، رجله مظبوطه قوي على الجون، اللعيب يعتبر شبه متكامل. بس في الفتره دي هو حسين الشحات مستواه احسن من زيزو. وسام ابو علي ولا ناصر منسي؟ لا طبعا وسام ابو علي اصلا مش هتلاقي فيه في القاره مهاجم زيه، راس حربه زيه، يعني انت ما عندكش في القاره كلها راس حربه زي وسام ابو علي. اداء، رجوله، وعارف يجيب الجون ازاي. كره صعبه تلاقيها جابها جون، كره سهله جابها جون، فهو لا صعب ان انت تقارنه بحد. لو الاهلي والزمالك هيلعبوا بكره مين يكسب؟ مين هيكسب؟ الاتحاد السكندري. دايما حتى بص ما تتوقعش اهلي والزمالك، ممكن الاهلي يبقى في اسوأ حالاته واعمل موسم كارثي، يجي في ماتش الزمالك يكسب.
الزمالك ممكن يبقى بقاله 3 6 مواسم ما بياخدش اي حاجه، يلعب قدام الاهلي يكسب. فانت ما تقدرش تحكمها مين اللي هيكسب في الملعب. وبالاخص كمان ان انت في اخر كام سنه اللعب بقى تكتيكي اكتر. انما تعالى بص مثلا ل 6-1 الزمالك نازل كسبان، ليه سكواد بتاعه جامد قوي وعالي وبتاع، والاهلي لسه ما بيكون سكواد، لان احنا كان ساعتها جبنا بيبو ولسه بنكمل السكواد بتاعنا، والاهلي نزل كسب 6. فانت دي حاجه كانت غير متوقعه. فانت اهلي وزمالك مفيش توقع. تحب تقول اي حاجه قبل ما ننهي الحلقه القمر دي؟ طبعا في موقف اللي هو بتاع ماتش الزمالك لما جمهور بورسعيد قعد يشتم ويعمل. طبعا جمهور الزمالك عمل حاجه فوق الطبيعي، واثبت حاجه ان انت ممكن تبقى متعصب لفرقتك بس مش متعصب كوره.